احنا النهارده في شارع الدواوية، وده شارع متفرع من شارع محمد علي، عشان نتعرف اكتر على جامع بيضم اندر قباب مصر، جامع الملكة صفية. انشأه احدى مماليك الملكة صفية زوجة السلطان مراد الثالث العثماني ووالدة السلطان محمد الثالث. بيعد الجامع تحفة ذات قيمة معمارية واثرية كبيرة، كما بيعد من اهم الجوامع العثمانية، وكمان هو من ضمن المساجد المعلقة في مصر، وبتعتبر القبة بتاعته من أندر القباب المساجد العثمانية في مصر، وهو ثالث المساجد العثمانية التي تم إنشائها في مصر بعد جامع سليمان باشا بالقلعة وجامع سنان باشا ببولان. بترجع الأهمية التاريخية لهذا المسجد لكونه منسوب إلى سيدة وهي الملكة صفية، وده بيبرز دور المرأة في الحضارة الإسلامية. بدأ العمل في المسجد سنة 1610 على يد عثمان أغا ابن عبد الله أغا إحدى مماليك الملكة صفية، وبعد وفاته أكملت الملكة صفية المسجد على يد إسماعيل أغا الناظر على الوقت. يوجد بالجامع لوحة تذكارية كتب عليها هذا الجامع أنشأته والدة السلطان محمد خان على يد إسماعيل أغا ناظر الوقت، وده كان سنة 1019 هجرية. تشار كتب التاريخ إلى أن الملكة صفية كانت جارية رومية أشهرت إسلامها وتزوجت السلطان العثماني مراد الثالث، وعرفت بأعمال الخير. هما الخمسة الذين ولدوا بدون أب أو أم.